عمرك تخيلت ان فيلم الرعب اللي بتتفرج عليه يكون مبني على قصة حصلت فعلا؟ اللي هحكيه النهاردة هو واحد من اكتر الافلام الرعب اللي خلت الناس تصرخ في السينمات، مش عشان المؤثرات، لأ، عشان اللي حصل فيه كان حقيقي. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في فيلم الشعوذة، او بمعروف بفيلم ذا كونجرينج. وقبل بداية الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. الفيلم اتعرض لأول مرة سنة 2013، ومن وقتها بقى من أنجح وأشهر أفلام الرعب في العالم. وبيحكي عن عيلة اسمها برون، نقلوا لبيت جديد في ولاية رود آيلاند بأمريكا، وكلهم فرحانين لحد ما بدأت الكوابيس. في البداية كانت حاجات بسيطة بتحصل، زي الباب بيقفل لوحده، صوت خطوات بالليل، ريحة غريبة بتظهر فجأة. لكن بعد كده الأمور خرجت عن السيطرة تماما. الأم بدأت تحس بكدمات على جسمها، البنات بيصحوا من النوم بيصرخوا، وكلب العيلة مات فجأة. وهنا اضطروا يطلبوا مساعدة من أشهر محققين في الظواهر الخارقة، إيد ولورين وأرين. بعد التحقيق اكتشفوا إن البيت ده كان زمان ملك واحدة اسمها باتشيبا، ست اتهمت بإنها كانت بتعبد الشيطان وضحت بابنها، وبعدها شنقت نفسها على الشجرة اللي قدام البيت. من وقتها أي حد كان بيعيش في البيت كان بيحصل له حاجات غريبة، وحالات وفاة مش منطقية أو مش لاقين لها سبب، واختفاء أطفال، وخوف دايم لأي حد بيسكن في المكان ده. أكتر لحظة مرعبة كانت لما الأم بدأت تتلبسها الروح الشريرة وتحاول تأذي أولادها. وقتها حصل طرد أرواح حي، مش في الفيلم لكن في الحقيقة. وليرين وأرين قالت إن من أسوأ الحالات اللي مرت عليها في حياتها كانت الحالة دي. الفيلم مرعب مش بس عشان مؤثراته أو تصويره قوي، لأ، لأنه ببساطة كل اللي حصل فيه تقريبا مبني على أحداث حقيقية بجد. وكل اللي شاركوا في الفيلم قالوا إن كان بيحصل حاجات غريبة أثناء التصوير، لدرجة إن بعض الممثلين كانوا بيخافوا يرجعوا يكملوا شغل. الفيلم ما هوش مجرد قصة خيالية، دي حكاية ناس عايشوا الرعب الحقيقي. ولو عايز تعرف أكتر عن قصص رعب حقيقية تانية اتحولت لأفلام، سيبلي كومنت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو بتتفرج لحد دلوقتي فشكرا جدا ليك. وبس كده يا صديقي، يلا سلام.